أهلا بيكم معانا في أول حلقة من برنامج حكاوي القديسين. وهيكون معانا أب جميل جدا هيحكي لينا عن كل قصة القديسين. يا ابونا فلتقوس، تعالى يا ابونا، يا ابونا تعالى. احكي بقى يا ابونا، أنا متشوق جدا إن أنا أسمع قصة النهاردة. أنا بستناك علشان بحب أسمع قصة القديسين منك. إيه هي بقى قصة النهاردة؟ ايوه يا ابني انا جاي اهو. بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. شوف بقى يا اخويا، احكي لكم حاجه النهارده، قصه انما ايه عال العال، حاجه كده تشرح القلب. قصتنا النهارده يا اخويا عن الفداء. يعني ايه الفداء؟ زمان لما ربنا خلق الانسان خلقه على صورته. بابا يسوع صورته حلوه وجميله ومفيهاش حاجه وحشه، لكن دايما الشيطان كان عايز يبوظ الصوره الحلوه دي. وعلشان كده لما الشيطان شاف الانسان عايش مع ربنا وعلى صورته ضحك عليه وخلاه يعمل الخطيه. والخطيه هي اللي فصلت الانسان عن ربنا عشان يغفر الخطيه اللي احنا عملناها دي ويمسحها خالص باستيكه. ما كانش غير فيه حل واحد. هو ايه بقى يا اخويا؟ ان هو ينزل من السماء ويتجسد ويكون في صوره انسان. وفعلا يا اصحابي ربنا نزل من السماء وكان في صوره انسان. ولما بابا يسوع جه اتولد من ماما العذراء مريم، لانها كانت احلى بنت في الدنيا، اتولد اخويا في مزرعة بقر بسيط. يسوع لما ابتدى يكبر كان بيعلم الناس في الهيكل على طول. لما حد كبر وبقى عنده 30 سنة وبدأ الخدمة بتاعته يا اخويا، وبقى يعمل حاجات كتيرة حلوة جميلة ومعجزات كتيرة حلوة خالص. بابا يسوع ربنا اللي ظاهر في الجسد كان بيعمل كل حاجة وزينا في كل شيء ما عدا ايه؟ ما عدا الخطية. يا اخويا ربنا جه لينا على الارض بابا يسوع علشان يغفر الخطيه اللي احنا عملناها ويمسحها. كان لازم يتصلب على الصليب ويموت، وبعد ما يموت يقوم في اليوم الثالث. يا اخويا في اليوم كان في واحد اسمه بيلاطس البنطي، هو والشعب قرروا انهم يصلبوا رب المجد يسوعي. وقبل ما بابا يسوع يتصلب عذبوه كتير وتعبوه وطعنوه بالحربة، وكل ده عشان ايه؟ عشانكم وعشاني، عشان يفدينا. وبعد العذابات الكتيرة دي بيلاطس غسل ايده وقال انا بريء من دم ايه؟ هذا البار. وخدوه الجنود عشان يصلبوه وجلدوه. بابا يسوع كان قوي جدا وكان قادر ان بكلمة واحدة يا اخويا يوقف كل حاجة بتحصل، لكن هو اساسا جاي علشان كده وعلشان يتصلب عشانك وعشاني. لان لو بابا يسوع ما عملش كده كنا هنكون دايما مفصولين عن ربنا. ولما الجنود صلبوا بابا يسوع على الصليب حطوا جنبه 8 لصوص وهو كان في النص، وكان طول الوقت بيعذبوا فيه حتى وهو على الصليب. وحطوا على دماغه اكليل مصنوع من شوك وشربوه خل وقطعوا هدومه. بابا يسوع يا اصحابي اتعذب كتير علشاننا، اتصلب ومات، وعلشان يعرفوا انه مات وحطوا في جنبه حربة. وفعلا ساعتها بابا يسوع كان مات. نزلوا بابا يسوع من على الصليب وراحوا علشان يدفنوه. وفي القبر بقى كان بابا يسوع كان واعد كل الناس انه هيقوم في اليوم الثالث. وفعلا يا اخويا عدى اليوم 2 واليوم الثالث قام رب المجد يسوع المسيح وفرحنا. ولما قام الموت يا اخويا كده خلاص ورجعنا تاني لربنا، وبقى ليا وليك مكان عند ربنا لان بابا يسوع فدانا على الصليب وقام. بس كده يا اخويا، دي كانت قصتنا النهارده في حب ربنا لينا وفدانا على الصليب. اتمنى كده تكونوا استفدتوا منها يا اخويا. واستنوني بقى في قصص تانية جايه حلوه كتيره كده. الرب المجد يحفظكم يا اخويا. سلام، واذكروني دايما في صلواتكم. سلام يا اخويا، سلام.
الله يا ابونا، القصة دي حلوة قوي فعلا. ربنا اتصلب ومات علشان يفدينا ويغفر خطايانا. شكرا قوي يا ابونا على القصة الجميلة دي. وبكده يا صحابي خلصت قصة حلقتنا. نشوفكم في قصة جديدة. سلام. سلام يا ابونا.